أهلا بكم في مناقشتنا المفصلة دي النهاردة. كتير مننا بيلاقي نفسه في مواقف اجتماعية، يمكن شغل أو مناسبات عادية، وبيتمنى لو كان عرف يتصرف بشكل أحسن، أو يمكن بيحس بشوية توتر كده، قلق، أو حتى خجل بيخليه مش على طبيعته. النهاردة بقى هنبص بتمعن أكتر على فن التواصل الاجتماعي ده، ونحاول نفهم كمان ليه ساعات المواقف دي بتكون مصدر قلق لبعض الناس. معانا مقتطفات أساسية من كتاب ليل لاونز كيف تتحدث إلى أي شخص، وده مليان نصايح عملية سريعة. فمهمتنا يعني في جولتنا دي هي إننا نطلع بأهم الأفكار والنصايح اللي ممكن نستخدمها بشكل عملي، نخلي تفاعلاتنا الاجتماعية أسهل شوية ويمكن إيجابية أكتر. وفي نفس الوقت نفهم طبيعة الخجل والقلق الاجتماعي ده بشكل أعمق، ونشوف الفهم ده ممكن يساعد إزاي. مستعدين نبدأ؟ يلا بينا نشوف إيه اللي ممكن نكتشفه سوا. كتير قوي مننا بيبقى عارف كويس المفروض يقول ايه في موقف اجتماعي، بس وقت الجد الكلام مش بيطلع. بنحس ان في حاجة مسكانة. في التحليل ده هنبص بالظبط على الفجوة دي بين اللي بنعرفه واللي بنقدر نعمله، وهنشوف ازاي نقفلها. مين فينا متحطش في الموقف ده؟ الإحساس ده إن الواحد هيقول حاجة غلط، أو شكله هيبقى وحش، أو الناس هتاخد عنه فكرة مش كويسة. ده يمكن واحد من أكتر المخاوف اللي بتواجهنا كلنا في حياتنا الاجتماعية. طب إيه رأيك لو الحل مش في إننا نلاقي الكلام السحري اللي نقوله؟ إيه رأيك لو النجاح كله مرتبط بإعادة كتابة الحوار اللي داير جوه دماغنا؟ يعني بدل ما نفضل ندور على السكريبت المثالي، هنشتغل على تغيير طريقة تفكيرنا نفسها. تمام، يلا بينا نخش على الجزء العملي على طول. هنسميه كده كتالوج المؤدي. دي شوية تقنيات عملية جدا، يعني حاجات نقدر نستخدمها من دلوقتي من كتاب ليلا لاونز. الهدف منها إنها تدينا دفعة ثقة كده في أي موقف اجتماعي. ليل لاونز بتقول حاجة مهمة جدا، بتقول إن 80% من الانطباع اللي الناس بتاخده عننا ملوش أي علاقة بالكلام اللي بنقوله أصلا. أي حاجة تقريبا هنقولها في الأول هتبقى كويسة، الفكرة كلها في إزاي بنقولها، في لغة جسمنا، في نبرة صوتنا. الانطباع الأول بيتكون من طاقتنا مش من الكلمات. أول تقنية معانا اسمها محور الطفل الكبير. بصوا، هي فكرتها بسيطة قوي. لما نقابل حد جديد نتعامل معاه بنفس الطريقة اللي بنتعامل بيها مع طفل صغير بنحبه، يعني نفس الابتسامة الواسعة، نلف بجسمنا كله ناحيته ونديله كل اهتمامنا. الحركة دي لوحدها بتبعت رسالة واضحة جدا: أنا شايف إنك شخص مميز قوي. التقنية التانية بقى هي العيون اللاصقة. تخيلوا كده إن عينينا لازقة في عين الشخص اللي بنكلمه بحاجة زي الكراميل الدافي. الفكرة هنا إن لما يخلص كلام مش أول حاجة نعملها إننا نبص بعيد على طول، لا، نستنى لحظة وبعدين نبص بعيد ببطء، كأننا مش عايزين نقطع التواصل ده بيوصل إحساس بالاهتمام والتركيز مش طبيعي. طيب نيجي بقى للحظة اللي كلنا بنخاف منها، لحظة الصمت المحرجة دي اللي محدش بيبقى عارف يقول إيه. الحل بسيط جدا: الترديد. كل اللي محتاجين نعمله هو إننا ناخد آخر كلمتين 3 الشخص اللي قدامنا قالهم ونحولهم لسؤال. بكده بنرجع الكورة في ملعبه تاني، ونشيل من على نفسنا ضغط إننا لازم نلاقي موضوع جديد نتكلم فيه. سؤال بتشتغل إيه؟ السؤال اللي بيتسأل في كل مكان. بدل ما ندي إجابة واحدة محفوظة، الفكرة هنا إننا نفصل الإجابة على حسب اللي بيسأل. قبل ما نرد نسأل نفسنا: هو الشخص ده ممكن يكون مهتم بإيه في شغلنا؟ يعني شوفوا المثال ده، روبرتو لما كان بيعمل مقابلة مع شركة آيس كريم ركز على خبرته في المبيعات، ولما قابل شركة أغذية ركز على معرفته بالأسواق الخارجية، والنتيجة جاله عروض من الاتنين وقدر يتفاوض على مرتب أعلى. شفتوا إزاي إجابة متفصلة ممكن تفرق؟ لغاية هنا الكلام جميل جدا، تقنيات وأدوات عملية. بس في سؤال مهم: ماذا لو المشكلة أصلا مش في إننا مش عارفين نعمل إيه؟ ماذا لو المشكلة الحقيقية هي القلق نفسه، الخوف اللي بيشلنا وبيخلينا ما نقدرش نستخدم أي أداة من دول؟ بالظبط كده. عشان كده لازم نتعمق شوية ونفهم إيه اللي بيحصل جوه العقل القلق ده. إيه هو المشهد الداخلي للقلق الاجتماعي؟ وهنا بقى هنستعين بأفكار من كتيب عمل الخجل والقلق الاجتماعي عشان نفهم جذور المشكلة دي. القلق الاجتماعي ده مش مجرد شعور وخلاص، لا، هو ليه 3 مكونات أساسية. أول حاجة المكون الجسدي، اللي هي الأعراض اللي بنحس بيها في جسمنا، زي ضربات القلب السريعة، العرق، أو إن الوش يحمر. تاني حاجة المكون المعرفي، ودي الأفكار اللي بتدور في دماغنا، زي أنا هبوظ الدنيا أو شكلي هيبقى وحش قوي. وتالت حاجة المكون السلوكي، اللي هي التصرفات اللي بنعملها، زي إننا نتجنب الموقف خالص أو نفضل نحضر الكلام اللي هنقوله 1000 مرة. طب إزاي نتحدى الأفكار دي؟ ناخد مثال: قراءة الأفكار. الفكرة القلق اللي في دماغنا بتقول الناس دي شايفاني ممل، ده استنتاج سريع. طيب إيه الاحتمالات التانية؟ ممكن جدا يكون الشخص اللي قدامك ده تعبان أو مشتت، أو هو نفسه خجول، أو وراه 1000 حاجة ومستعجل. مش لازم يكون العيب فينا.
حاجة تانية العقل القلق بيعملها هي التهويل، يعني ياخد حاجة صغيرة ويكبرها ويخليها كارثة. الفكرة القلق ممكن تكون هتبقى مصيبة لو وشي حمار. طيب خلينا نسأل نفسنا بصراحة، هل حد هيهتم بالموضوع ده بكرة؟ طب كمان ساعة؟ طب كمان 5 دقايق؟ الحقيقة لأ، دي مش نهاية العالم، والإحساس بعدم الارتياح ده هيروح. يبقى الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن أكتر ناس بتقدر تتواصل بفعالية هي اللي بتجمع بين الحاجتين دول. عندهم الأدوات الخارجية، التقنيات العملية، وفي نفس الوقت عندهم الوعي الداخلي اللي بيخليهم يقدروا يتعاملوا مع أفكارهم القلقة. ودلوقتي جينا للجزء الأهم، إزاي نبني الاستراتيجية الخاصة بينا؟ إزاي ندمج بقى بين كتالوج المؤدي اللي فيه التقنيات وبين العقلية اللي بتتعامل مع القلق عشان نطلع بخطة متكاملة؟ بس قبل ما نجمعهم، في ملحوظة مهمة جدا لازم تكون في بالنا. اللي ممكن يتشاف على إنه ثقة بالنفس في ثقافة معينة ممكن يتفهم على إنه عدوانية في ثقافة تانية. يعني التقنيات دي مش كتالوج مقدس، لازم نستخدمها بوعي ونفكر في السياق اللي احنا فيه. والجدول ده بقى بيلخص الليلة كلها. بص عليه كده، لكل هدف اجتماعي، زي إننا نبدأ محادثة مثلا، عندنا أداة من الكتالوج زي ارتدي شيئا غريبا يلفت النظر، وفي نفس الوقت عندنا أداة للعقلية وهي إننا نتحدى فكرة إنه مش هيبقى عندي حاجة أقولها. لكل موقف في حل خارجي وحل داخلي. دي استراتيجية متكاملة فعلا. وفي الآخر السؤال المهم اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه، إيه هي التقنية الواحدة اللي ممكن أجربها الأسبوع ده؟ وإيه هي الفكرة القلقة الواحدة اللي هتحداها؟ مش لازم نغير كل حاجة مرة واحدة، هي خطوة صغيرة واحدة بس ممكن تكون بداية كل حاجة.